اهلا بيكم وتفاصيل مهمة جدا عن شقق ال 400 الف شقة، الموعد والاعداد وكل حاجة عن هذه التفاصيل وفقا لما صرح به السيد وزير الاسكان والسيدة مي عبد الحميد. كلام في غاية الاهمية، مهم كل الناس تعرفه. لو انت كنت من المتقدمين للاعلان ده او لسه ناوي تقدم في الاطروحات القادمة، خليك عارف كل انواع الشقق اللي هيتم طرحها وازاي بقوا 400 الف. ما انت واحد تاني بيقول لك دول 115 الف. تعالى كده نفهم بقى كل التفاصيل دي ونعرف ازاي رئيس الوزراء اتكلم على 400 الف مره واحده. قال لك اول حاجه، قال لك خلي بالك انا هيبقى قصص ال 400 الف دول على محورين. محور تبع صندوق الاسكان الاجتماعي والتمويل العقاري تبع مي عبد الحميد، هيبقوا 115 الف شقه. المحور الثاني تبع بنك الاسكان والتعمير وهيئه المجتمعات العمرانيه الجديده، ودول هيكونوا 261 الف شقه اللي هي 253 بالظبط، ومحددين كل مدينه فيها ايه. فخليك ركز معايا وهنقول لك المواعيد اللي هم اطرحوها. خلينا اتمنى كل الناس اللي هي موجوده دي تعمل لايك للفيديو ده وتعمل مشاركه وتعمل اشتراك لو انت مش عامل اشتراك. اول حاجه قال لك ايه؟ قال لك بدايه من 15 ابريل، 15 ابريل 2025 اللي هو قريب جدا ده، هيبتدي ايه؟ هيبتدي الاعلان عن هذه الاعلانات. اول حاجه هيتم الاعلان عنها شقق الاسكان المتوسط. شقق الاسكان المتوسط دي اللي هي هيتم طرحها يوم 15 مايو 2025. وانا عايز كل الناس يا جماعه اللي بجد اللي مهتميه انها تحصل على شقه من الدوله تركز قوي في الفترة اللي جاية دي، لأنها فترة مهمة. وبأمانة الواحد بيبقى زعلان ليه؟ لأن البدايل قليلة قوي. الشركات بقت تحط مثلا على الشقة 9 مليون و6، اللي هم الشركات الكبيرة بيحطوا أسعار غريبة، والشركات الصغيرة دلوقتي يقول لك أقل حاجة 4 مليون و5 مليون. الكلام ده بيجيب إحباط للناس كلها. فاحنا غصب عننا لازم بقى نتابع نشوف مشروعات الدولة اللي مش هتبقى رخيصة قوي زي ما احنا متخيلين، ولكن هي البديل الوحيد الآمن ان انا اقدر ان انا ايه احصل على شقه. وطبعا ده مش اعلان ليها ولا حاجه، بس انا عشان خاطر انت تهتم بالاطروحات اللي جايه كلها ان شاء الله. خلينا نعرف كده زي ما قلت لكم ان هم اول حاجه 115 الف شقه، دول هيكون منهم 100 الف شقه اللي هو اسكان اجتماعي عادي جدا محدود الدخل 90 متر اللي احنا كلنا عارفينه، ومنهم 15000 شقه اللي هم كانوا قايلين 13 شقق اسكان اجتماعي متوسط. ده غير المتوسط التاني، يبقى هم محورين. في جوه ال 115000 شقه دول هتلاقي شقق محدود الدخل، وهتلاقي شقق ايه متوسطي الدخل، اللي هم المحور اللي انا نزلت لكم فيديو للشقه بتاعته، اللي هي الشقه اللي كانت حلوه قوي دي، وكان باسعار يعني متاخده يعتبر دلوقتي ببلاش. كانت متاخده 3 سنين في الاعلان ال 14 ب 500,000 جنيه، دلوقتي اقل حاجه يوم ما يفكروا ينزلوها ايه يا بمليون يا بمليون ونص. وقال لك ايه؟ قال لك بدء تنفيذ 100,000 وحده. ده خلاص بقى هيبتدوا ينفذ، مش هيستنوا ايه الناس تحجز عشان لا لا لا، ده هم هيبتدوا يشتغلوا لان هم عارفين ان في طلب على هذه الوحدات. فيبتدوا يشتغلوا في مشروع ديارنا وظلال. ديارنا وظلال دول المسمى الحديث لسكن مصر وجنة مصر. نفس المشروعات، نفس النماذج، نموذج ايه ونموذج بي برضه في جنة وسكن والكلام ده كله نفس الكلام، بس بمواصفات بقى ايه حديثة اكتر وبتاع. وطبعا الاسعار هتبقى ايه اكبر من اللي فات. وقال لك كده خلي بالك، بص قال لك تفاصيل مهمة جدا. قال لك ايه؟ قال لك اهو، بص انا هكون دقيق معكم. حيث يتم تنفيذ الوحدات وفقا لاحدث التصميم الهندسيه والتقنيات الحديثه، موضحا انه سيتم طرح نحو 115 ألف وحدة سكنية ضمن المبادرة الرئاسية سكن لكل المصريين بمحوري محدود الدخل ومتوسط الدخل في عدد من المحافظات والمدن الجديدة على مستوى الجمهورية، وذلك من خلال صندوق الإسكان الاجتماعي، حيث يتم الإعلان عن طرح الوحدات في 15 إبريل المقبل. كل الوحدات يتم الإعلان عنها كام؟ 15. في جزء وبدء شراء كراس الشروط للإسكان المتوسط اعتبارا من 15 مايو للإسكان ايه المتوسط، وبالنسبة للمحدود الدخل من 1 ايه يوليو. بالنسبة لمحدود الدخل ايه من 1 ايه يوليو. فنخلي بالنا ان احنا من 15 ابريل نبقى جاهزين. انا ناوي اقدم في الإسكان الجديد. طب انا الحمد لله طلعت منطبق ولم يصبني الدور في الاعلان الاولاني، ابتدي اجهز نفسي اقدم في الجديد لان انا ليا اولويه غير اي حد. وبيني وبينكم دي فرصه كبيره محدش يضيعها، وبالذات للعزاب.
لان الاعزب دايما بينزل في ترتيب الاولويه في الاخر. فنتمنى ان ايه، ان اي واحد عازب حتى لو انت طلعت خارج الاولويه في الاعلان بتاع سكن كل المصريين 5، اوعى تفوت الفرصه دي منك، هتندم ندم كبير قوي. واضاف المهندس شريف الشربيني انه سيتم طرح، ده خلي بالكم طبقا لتصريحات رئيس مجلس اللي هو موقع مجلس الوزراء والسيد وزير الاسكان، انه سيتم طرح نحو 261 الف شقه، 253 وحده سكنيه من خلال بنك التعمير والاسكان وفقا لخطه الطرح التاليه: 35. بصوا يا جماعه الكلام اللي انا بقوله ده في غايه الاهميه. 35 الف شقه في 15/4، و59 الف شقه في 15/7، و59 الف شقه يعني 60 الف شقه في 15/10 2025. ايه ده؟ يعني انت عندك في 15/4 و15/7 يعني بعدها ب3 اشهر، و15/10 يعني كل 3 اشهر. ايه ده؟ و58 الف شقه في 15/1 بعدها ب3 اشهر برضه، و15000 وكام برضه 48 الف شقه يعني 50 الف شقه في 15/4 20 ايه يعني لمده سنه هيبقى ايه؟ هيبقى في اطروحات كل 3 شهور. ده تصريح اول مره يتقال. ليشمل الطرح مختلف فئات المجتمع، حيث يتضمن الاسكان الخاص بمحدود الدخل ومتوسطي الدخل، وايضا فوق المتوسط والفاخر، باسعار تتراوح ما بين 10000 و 35000 للمتر، وفقا لطبيعه الاسكان ومستوى التشطيب والموقع الخاص. يعني هيبقى في ال 261000 دول هيبقوا متنوعين. وده اللي انا قلته يا جماعه، ان لازم الدوله هتبص لكل الناس اللي قدموا الجنه وسكن، لان كانت اعداد كبيره. وده اللي حصل بقى. 400000 شقه 3/4 زي ما انا قلت بالظبط هيكونوا اسكان متوسط، لان الدوله بصت ايه ده انا 40000 واحد مقدمين على 400 شقه في جنه في القاهره الجديده، ده انا 20000 واحد مقدمين على 200 شقه. الناس دي عايزه شقق ب 2 مليون و2 مليون ونص. لا ده انا اوفر لهم بقى ايه الشقق دي، والشقق دي مش مدعمه من الدوله، الشقق دي الدوله بتكسب فيها. فبالتالي الدوله طرحت الايه ال 261000 ايه شقه، وهتكون الاسعار من اول 10000 للمتر، طبعا بقى في محافظات ممكن تبقى بعيده شويه، الى 35000 جنيه للمتر. وده طبعا يعني رقم كبير بالنسبه لاسعار متر بتطرحه الدوله، لان كنا قبل كده كان وصلوا لغايه 20000 اقصى حاجه، دلوقتي 35000. يبقى انا كل اللي احنا نخلي بقى بالنا منه الفتره اللي جايه دي، ولازم كلنا نركز فيه، ان اول حاجه كل 3 اشهر في طرح شقق اسكان متوسط. والطرح اللي جاي نخلي بالنا منه قوي، لانه بيتكلم على ايه؟ بيتكلم على ان انت من اول 15/4 هيكون في طرح لشقق اسكان متوسط. وده تبع محور ايه يا جماعه؟ تبع محور صندوق الاسكان الاجتماعي والتمويل العقاري. تبع محور الاسكان الاجتماعي والتمويل الايه العقاري. اتمنى كل اللي يتابعنا الدعم، واتمنى بجد كل الناس اللي هي حابه انها تتابعنا الفتره اللي جايه دي، لان احنا صدقوني في بعض الاحيان بنقعد نصور عشان نوصل لكم المعلومه بكل صدق وامان. اي حد عنده اي سؤال ولا اي استفسار، انا بسيب رقم تليفون المكتب عندي، ممكن تنورني في المكتب، وممكن تقدر تيجي ونقعد نتكلم في كل حاجه انت نفسك تفهمها. انا اتمنى طبعا كل الخير لكل الناس، وتابعونا الفتره اللي جايه، كل مدى هننزل تفاصيل اكتر، وهنحاول ننزل لكم فيديوهات قصيره جدا عشان خاطر حتى الناس اللي هي ما بتتفرجش على الفيديوهات الطويله، مع ان الكلام مهم. ما كنتش تتفرج على فيديو طويل عشان حاجه مهمه زي كده، هتتفرج على ايه؟ لا ده انت لازم تتفرج وتتابع كل كلمه بتتقال عن الموضوع. الواحد في عمره بيشتري شقه مره واحده، او لو هيجدد او عايز يحسن من مستواه بيكبره مرتين. فبالتالي الموضوع يستاهل منك الاهتمام، يستاهل منك الدعم واللايك، ولو هتعمل شير للفيديو ده. اتمنى دايما يا رب اشوفكم على كل خير. شكرا لكم، والى اللقاء كل متابعينا الكرام.